سميت في التوراة الأرض الغنية، وسماها قدماء المصريين الأرض المقدسة، وسماها المستشرقين أرض الغرائب، وسماها الأخباريون أرض القصور، وسماها أسترابون بلاد الطيب، وسميت اليمن السعيد. نعم، موضوعنا اليوم إن شاء الله عن اليمن. تعرف اليمن بحضارتها وإرثها التاريخي، وأيضا أهلها الذين يمتازون بالطيبة الشديدة وحب الضيافة. لكن بالله عليك، هل سمعت في يوم من الأيام في الإعلام العربي عن فضائل اليمن؟ هل سمعت في الإعلام العربي عن تاريخ اليمن؟ تاريخ شعب اليمن؟ أي شيء جميل عن اليمن؟ لا أعتقد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتكلم عن اليمن، عن تاريخ اليمن، حضارة اليمن العظيمة. بعض من هذه المعلومات التي سأذكرها لكم في هذا الفيديو أنا متأكد أنكم لأول مرة ستسمعونها في حياتكم، بالخصوص الأشخاص الذين هم من خارج اليمن. ربما المتابعين اليمنيين الذين سيشاهدون هذا الفيديو سيعلمون هذه المعلومات، لكن من هم خارج اليمن أنا لا أعتقد. فقبل ما نبدأ شباب، لا تنسوا لايك للفيديو، وأيضا إن كنت متابع جديد مرحبا بك في القناة، نورت وشرفت. لا تنسى الاشتراك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه، وأيضا لا تنسوا زر الجرس فهو زر مهم لكي يصلكم إشعار عندما أنزل فيديو جديد. فالمهم خلونا نبدأ. أولا، كانت اليمن من المثلث الحضاري، وهي اليمن ومصر والعراق. ومما لا ينسى أيضا تاريخ سبأ وبلقيس. وكانت اليمن في الماضي موطن فيضان بشري وهجرات متواصلة طوال 30 قرنا الماضية، فهاجر منها الكنعانيون الذين استوطنوا مصر الشرقية والشام أيضا وصحاري مصر الشرقية. حضارة اليمن تعتبر واحدة من أقدم الحضارات في تاريخ البشرية، وهي تتساوى مع الحضارة المصرية والحضارة البابلية. يعود تاريخ اليمن إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كانت تعرف بفيليكس العرب، والتي تعني المحظوظة أو السعيدة. وتضم اليمن 4 مناطق تاريخية في العالم. أولها هي العاصمة صنعاء، وهي أقدم المدن التي ما زالت مسكونة إلى حد اليوم، وتحتوي على أكثر من 103 مسجد و6000 منزل. يقول محمد متولي الشعراوي رحمه الله، وهو يعتبر واحد من أكبر المفسرين للقرآن الكريم في العصر الحديث، ويقول أن حضارة اليمن هي أقدم حضارة في التاريخ البشرية، وتعتبر أقدم من بداية خلق الإنسان. ذكرها الله سبحانه وتعالى قبل ذكر فرعون حين قال: وفرعون ذي الأوتاد، ولذلك جاء ذكرها في القرآن الكريم لعظمها. في اليمن يوجد أغرب بئر في العالم، بئر برهوت. أعتقد أنكم ربما سمعتم هذا البئر من قبل، أو ربما لم تسمعوا به. على العموم تقول الأسطورة بأنه ملك من ملوك الدولة الحميرية استعان بالجن لحفر حفرة كبيرة في الأرض، وقد فعل ذلك من أجل إخفاء كنوزه الوفيرة. وعندما مات الملك استوطن أتباعه من الجن ذلك البئر وسكنوا فيه، حيث إن اسم برهوت في اللغة الحميرية القديمة معناه أرض الجن أو مدينة الجن، وتعرف أيضا باسم بئر برهوت أو بئر قعر جهنم، أو أيضا البئر السوداء. ومن بعض الأساطير التي تروى عن هذا البئر من بعض القاطنين هناك أن هذه البئر تم حفرها من قبل الجن لتكون سجونا لهم لمن يخالفون أوامرهم أو يعصيهم، واستدلوا على صحة هذه الخرافة بالظلمة الحالكة التي تكون في قعر البئر حتى في النهار أحيانا، وأيضا الغازات والأبخرة التي تتصاعد من ذلك البئر. يقال أن الأجداء أتوا لجلب المياه من ذلك البئر بسبب شح المياه، ثم أنزلوا أحد الأفراد لكي يأتي لهم بالماء، وفي إحدى المرات صرخ ذلك الشخص: أطلعوني أطلعوني. وحينما رفعوا الحبل لكي يخرجوه من البئر لم يجدوا في الحبل سوى رأسه. ويقول أحد الشهود في وصف بئر برهوت: إن المفاجأة الحقيقية والمذهلة والتي لم أكن لأصدقها لولا أنني رأيتها بعيني وسمعتها بأذني، وهي رؤيتي لقعر هذه البئر والخضرة التي تحيط بها من كل جانب، وأيضا هدير ماء متدفق في وسط البئر كأنه نهر يجري في قعر البئر، بصوت واضح وغير مشوش. والأمر العجيب الأكثر هو أن هذا البئر موجود في منطقة قاحلة لا يوجد فيها أي ماء، رغم أنهم استمعوا لهدير الماء وكأنه شلال في قعر ذلك البئر. اليمن موطن قوم عاد.
محافظة حضرموت. سميت المحافظة بهذا الاسم نسبة لملك كان يحكم هذه المحافظة، وذكرت في كتاب التوراة تحديدا في سفر التكوين تحت لفظ حضرميت، بينما ذكر بعض المؤرخين أن تسمية حضرموت تعود إلى عامر بن قحطان، حيث كان أول شخص نزل إلى الأحقاف بعد قوم عاد، وكان عامر إذا حضر معركة حضر الموت والسفك والقتل، فكانوا يقولون إذا حضر عامر بن قحطان حضر الموت، ومن هنا نستنتج حضر أي أتى، موت حضر موت حضر موت. وكانت حضرموت أيضا في القدم هي مسكن لقوم هود، واسمها الأصلي هي الأحقاف، وهي التسمية القديمة التي أطلقها عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. حدد القرآن الكريم موطن عاد بالأحقاف، وقد حدد القرآن الكريم بأن قوم عاد قد قاموا ببناء مدينة لهم اسمها إرم، وقد وصفها القرآن الكريم بأنها مدينة عظيمة لم تصنع مثلها، فيها قصور مترفة وأعمدة ضخمة. اليمن بها أقدم ناطحات سحاب في العالم. إذا ذهبت الآن إلى أي شخص في الشارع وسألته في أي مكان في العالم بنيت أول ناطحة سحاب، ربما على الأرجح سيقول لك إما نيويورك أو بريطانيا في لندن مثلا، أو في باريس، أو في أي من هذه المدن أو في هذه الدول، لكن لن يأتي في بال أي شخص أن أول ناطحات سحاب بنيت في اليمن قبل 500 سنة. طبعا هذه المعلومة جديدة عليك، أنا أعرف هذا. نعم عزيزي المتابع، أول ناطحات سحاب في التاريخ وجدت في اليمن، وما تشاهدونه في هذه الصورة هي ناطحات سحاب بنيت من الطين وجذوع النخل والماء في مدينة تعرف باسم شبام أو شبام، لا أعلم إذا كنت أنطق اسم هذه المدينة صحيحا، وهي في وسط وادي حضرموت في اليمن. يقول المؤرخون بأن هذه المدينة كانت ممتدة حتى الجبال التي تحيط بها، لكنها تعرضت للدمار في تاريخها مرتين، الأولى في القرن الثاني عشر والثانية في القرن الخامس عشر، لكنها أخذت شكلها الحالي في القرن التاسع هجري. قامت اليونسكو بإضافة هذه المدينة إلى قائمة التراث الإنساني في سنة 1982 للحفاظ عليها وعلى طابعها المعماري المتميز. اليمن بها أجمل جزيرة في العالم. أنا هنا لا أتحدث عن البهامس أو المالديف أو أي كان من هذه الجزر، لا صديقي، إنها جزيرة سقطرى اليمنية، من أجمل الجزر الطبيعية التي من الممكن أن تراها في حياتك. بالإنجليزية تسمى سقطرى آيسلاند، وهي تعد من أغرب الجزر الطبيعية تكوينا في العالم، وذلك للكثير من الأسباب، أهمها التنوع البيئي الغريب في هذه الجزيرة، حيث أن ثلث أنواع النباتات الموجودة في هذه الجزيرة لا توجد في أي مكان آخر في العالم. يوجد فيها 140 نوع من الطيور، 10 من هذه الأنواع لا توجد في أي بقعة أخرى في العالم. تعد هذه الجزيرة مثل كوكب آخر، يعني عندما تدخل إليها تحس بنفسك في عالم ثاني، لأنها تحتوي على أشجار ونباتات معمرة لأكثر من 20 مليون سنة. وفي هذه الجزيرة يوجد أحد أنواع الأشجار النادرة جدا والتي لا توجد إلا في تلك الجزيرة، تسمى شجرة تنين الدم أو أخوي الدم. نسجت حول هذه الشجرة العديد من الحكايات والأساطير. من أهم هذه الأساطير أن هذه الشجرة نبتت من دم الأخوين قابيل وهابيل أبناء سيدنا آدم عندما حدثت أول جريمة قتل في التاريخ، عندها سال الدم الذي نبتت منه هذه الشجرة. ومن هذه الأساطير أيضا أن هذه الشجرة نمت من دم متخثر عند موت تنين وفيل كانا يتصارعان مع بعضهما إلى حد الموت. والاسم الشائع لهذه الشجرة عند الأهالي هناك هو عرحيب، ويطلق عليها أحيانا اسم دم العنقاء. حسنا صديقي، إليك بعض فضائل اليمن وأهلها في الإسلام بالخصوص. لما جاء أهل اليمن إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، فرح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، حتى أنه قال رافعا صوته: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله وجاء فتح الله وجاء أهل اليمن. فقال بعض الصحابة متسائلين: وما أهل اليمن؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم: قوم نقية قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية، هم مني وأنا منهم. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا أي الشام، وبارك لنا في يمننا أي اليمن. والله العظيم حاولت قدر المستطاع أن أعطيكم
بعض أهم المعلومات عن اليمن وحاولت اختزالها لكي لا أطول عليكم في الفيديو، مع العلم أن التحدث هذا الموضوع قد يأخذ ساعة من الزمن وأكثر، لأن فضائل اليمن وأهلها لا تنتهي. فيا رب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. إن كان كذلك لا تنسوا لايك للفيديو. أيضا إن كنت متابع جديد مرحبا بك في أي دولة كنت، لا تنسى الاشتراك حتى يصلك أي فيديو جديد إن شاء الله. فأشوفكم بخير وعلى خير. هذا أخوك يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله. كما سمعت بالضبط، سم العقرب يصل ثمنه إلى 39 مليون دولار للجالون الواحد. مجددا أعتقد أنه يجب علي أن أذكر